مش بيدوروا على انهم يشمتوا فيكم، لان لو على الشماتة فيكم اتفرج كنا شمتنا فيكم على الفيديو ده. فيديو رئيس وزراء ايطاليا وهو قاعد يتجاهل رئيسك تماما، ولا معبره ولا عايز يسمعه، وطلع الموبايل وقعد يتفرج على الموبايل. والراجل ده كان متعمد او ناسي فعلا ان هو يحط السماعة؟ مش معقول، مش معقول. انما ده اتعامل كده، الراجل رئيس وزراء ايطاليا عامل رئيسك بالطريقة دي، عاملك بالطريقة البايخة السخيفة، وقاعد يتفرج زي ما انت شايف، يعني قاعد يتفرج على القصر، وبعدين في الاخر طلع السماعة وقاعد يسمع هراء رئيسك الاخرق. فاحنا لو عايزين نشمت كنا شمتنا في اهانة رئيسك ده. ده مش بس في ايطاليا، ده في فرنسا حصلت نفس المأساة بالظبط. رئيسك في فرنسا لما راح هناك في بروتوكول بيتنفذ في القصر الاليزيه، القصر الفرنسي. رئيسك لما راح هناك فضحنا، فضح العالم العربي كله. ومش انا اللي بقول لك كده، ده برنامج شهير في فرنسا طلع عمل حلقة كاملة عن رئيسك وفضحه، وسمى الراجل اللي هو الملحق العسكري بتاع المصري هناك سماه راس الحمار. ده مش انا اللي بقول، تعالوا شوف كده الفيديو عشان تعرف ان المسألة مش محتاجة شماتة، عشان بين يوسف الحسيني واحمد موسى المخبر دول تافهين، انما رئيسك نفسه اتفه. ولو عايز اشمت في رئيسك ده، اتفرج على البرنامج الفرنسي ده وهو بيسخر من رئيسك. العب كده البرنامج ده، برنامج شهير جدا في فرنسا، كوميدي ساخر، بيتريق على الاخرق عبد الفتاح السيسي ازاي انه كسر البروتوكول، وبيقول ان كانت تقوم حرب بين الاثنين، بين فرنسا ومصر على البروتوكول. بص بقى، ده الاستقبال اللي حصل في قصر الاليزيه. انا قبل الفيلم ده، بس الفيلم ده هو بيتريق، بيقول هنا المذيع بيقول كنا على بعد الشبر او اصبعين من حرب دبلوماسيه. وبيقول لماذا؟ لانه بيقول الحكايه كانت لدينا زياره من الرئيس المصري السيسي في قصر الاليزيه، وبيعرض صوره الرئيسين اللي شفتوها، ويقول حدث شيء قبلهما في الاستقبال المرعب. بصوا بقى، وقف هنا، بيقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لك ان في استقبالات تمت لاربع رؤساء عرب قبل كده. العربيه بتقف في مكان محدد، بينزل الرئيس طبقا للي بيقوله اهو، بيخرج الزائر من على اليمين، الحارس الفرنسي بيشير للزائر الكبير اللي هو الرئيس عشان يوجهه ناحيه القصر وبيديله التحيه العسكريه، بيمشي الزائر وحده، الرئيس الزائر وحده ناحيه السلالم بتاع القصر. خلي بالكم من المربعات دي، ده مربع رئيس فوق، والمربع الثاني اللي فوق رقم 2 تمام، المربع الثالث تمام، كل الرؤساء ماشيين لوحدهم اهم، دول 4 رؤساء، بينزل الرئيس الفرنسي ويستقبلهم. ده اللي بيحصل، اللي حصل مع 4 رؤساء. بيقول الراجل بعد كده، بيقول انه بالفعل توقفت السياره بتاعه السيسي ونزل من الباب اليمين. وبيقول بقى هنا حشر العسكري وقف بقى يا عمرو، وقف هنا، انا اسف، وقف قصدي يا خالد. هنا نزل الحارس، وقف العربيه من الباب اليمين. اللي انتوا شايفينه ده لابس لبس مصري كالح كده، اللي ورا ده هو الملحق العسكري المصري هناك، اللي اطلق عليه المذيع الفرنسي لقب راس الحمار. هو مفروض ما يتدخلش خالص. كمل بقى، بيقول حشر العسكري المصري نفسه وصمم على المشي مع السيسي. ده المذيع اللي بيقول، وهذا مخالف للبروتوكول. شايفين الإشارة؟ بيقول حاول الحارس الأول منعه. خليك هنا، وقف يا خالد، خليك هنا. شايفين الإيد اللي لابسة جوانتي دي؟ ده إيد الحارس بيحاول يمنع راس الحمار إنها تخش في الموضوع. هيعمل إيه بقى راس الحمار؟ بيقول المذيع، وقف يا خالد ثانية، بس خليك هنا بقى. بيقول المذيع حاول الحارس الأول منعه فركب دماغه وأشاح بيده، رفض الوقوف. حاول الحارس الثاني الإشارة له بالتوقف فلم يلتفت. هات الحارس الثاني بقى، هات الحارس الثاني، ده الحارس الثاني ما وقفش، ما خلاص. وصف المذيع الفرنسي العسكري المصري اللي هو ورا ده بأنه راس الحمار. بيحاولوا يلموه أهو، بيحاولوا يقولوا استنى، برضه مصر، برضه راس الحمار مصر. تمام. بيكمل المذيع الفرنسي بيقول لما وصف الراجل ده بأنه راس الحمار، بيقول هو مصطلح فرنسي يعني العنيد. وبيسخر المذيع مجددا، بيقول يبدو أن لدينا رئيس زائر بجيشه وراءه. خلاص يا خالد، دي الفضيحة اللي عملها عبد الفتاح السيسي وراس الحمار في فرنسا.
لو احنا عايزين نشمت كنا شمتنا، لو عايزين نضحك على الناس دي كنا ضحكنا على رئيسك اللي قاعد فاتح رجليه زي ما يكون متطهر. انما الحقيقه احنا مش فاضيين للشماته، احنا مستنيين ثوره.